السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا يا شباب. حلقتنا النهاردة هي الجزء الثالث والأخير في مشكلة أو مرض الاي بي. اللي ما سمعش الجزء الأول والثاني أنصحك إنك ترجع تسمعهم علشان تكون ملم بكل التفاصيل المتعلقة بمرض الاي بي. حلقة النهاردة هنعرف فيها العلاج المناسب، لأن بعد الشر لو حصل مشكلة الاي بي في الفراخ لازم يكون أنت عارف إيه هي التريكات والنقط اللي ممكن لإما تزود النافق لإما تهدي النافق. طبعا ما ينفعش ان انا اقول لك توقف النافق. الاي بي ما فيش له علاج انه يوقف النافق. احنا كل المطلوب الحلقه دي ان حضرتك توصل معايا ان النافق ما يزيدش، ما يتضاعفش بدرجه تخرب بيت صاحب العنبر. كل المطلوب ان احنا ندخل بعلاجات او معاملات دوائيه تحافظ على مناعه الفراخ او تمنع النشاط البكتيري. يعني مش بعد ما الاي بي ياخد دورته ويمشي يفضل لي مشكله بكتيريه جوه المزرعه. ازاي نعمل كنترول او تحكم في مشكله الاي بي علشان نوصل لاقل نسبه نافق نقدر نوصل لها؟ ده موضوع حلقتنا النهارده. وكالعاده قبل ما نبدا ما تنساش حالا تنزل تصلي على حبيبك المصطفى في التعليقات او تشترك في القناه لو حضرتك لسه ما اشتركتش. ويلا بينا حالا نبدا على بركه الله. قبل ما اقول لحضرتك العلاج المناسب في نقطتين نسيت اقولهم في الجزء الاول والثاني، الا وهما ان درجه حراره التحصين. احنا قلنا التحصين الرش في الفقاسه، المفروض ان احنا بنعمل برنامج لتحصين الاي بي في الفقاسه عمر يوم. المفروض ان درجه حراره التحصين الميه نفسها تكون في حدود 15 درجه مئويه. يعني ما ينفعش تحل التحصين في الميه العاديه. اصلا المفروض ان انت بتجيب مياه مقطره، لكن الافضل انك تحط تلج في الميه علشان توصل لدرجه حراره 15. كل ما كانت حراره مياه التحصين قريبه من درجه 15 كل ما زاد كفاءه التحصين. لكن لو حطيت التحصين في مياه عاديه درجه حرارتها 25 30 بكده انت لن تحصل على الدرجه الكافيه من الحمايه. النقطه الثانيه، يفضل انك تكون بترش في وجود الضوء. طبعا في الفقاسه احنا كده كده في وجود الضوء، لكن عمر 11 يوم بنتجاوز عنها علشان لازم نطفي النور، لانك مش هتقدر تتحكم في الفراخ الا اذا طفيت النور. النقطه الثالثه والاخيره ان يكون جهاز التحصين هو الجهاز نفسه، مكنه الرش اللي موجوده في الفقاسه يفضل ان هي دي اللي تشتغل بيها، لانها بتعمل توزيع متناسب ودقيق لحجم قطرات المياه بشكل متناسب مع توزيع الكتاكيت داخل القفص. يعني لما اتحصن في الفقاسه في الماكينه اللي هتشوفوها على الشاشه قدام حضراتكم دلوقتي، الطريقه دي بتكون افضل وتحصل منها على اعلى درجه من الحمايه. طيب لعمر 11 يوم هتحصن ازاي؟ زي ما هيظهر لحضرتك على الشاشه برضو في رشاشات مخصصه للتحصين عمر 11 يوم. الرشاشات دي بتكون جيده جدا عمر 11 يوم، لان هي بيكون حجم القطرات اللي خارج منها متناسب ومتوزع بشكل متساوي، مفيش قطره ناعمه وقطره خشنه. احنا قلنا قبل كده في الجزء الاول والثاني ان التحصين الرش لازم يكون كورس او خشن علشان ما يعملش رد فعل عنيف. النقطه الاخيره ان كميه الميه اللي هتحصن بيها رش في الفقاسه المفروض ان هي تكون في حدود 400 ملي لكل 1000 طائر. يعني لو هتحصن 10,000 طائر يبقى المفروض تديهم 4 لتر مياه، تحل التحصين في 4 لتر مياه. الجرعه ما تقلش برضو، او الافضل انها تكون جرعه وربع. الافضل ان هي لو انت هتخليها 400 ملي لكل 1000 يبقى انت المفروض الصح انك تخليها جرعه وربع. في ناس بتخليها 250 300 ملي للألف. في الحاله دي انت بتقلل الجرعه شويه لواحد وواحد من 10. لكن الافضل اللي انا شايفه كويس انك تزود جرعه المياه لحد 400 ملي للألف، وكمان تخلي جرعه التحصين 1.25%. عمر 11 يوم برضه هنخليها 1.25، لكن كميه الميه بتزيد شويه لان مساحه العنبر بتكون اوسع، فبتخلي لكل 1000 طائر لتر. يعني لو عندك 10,000 طائر المفروض ان الرشاشه تحط فيها 10 لتر مياه بارده لا تقل حرارتهم او لا تزيد حرارتهم عن 15 درجه مئويه علشان تاخد افضل نتيجه وافضل حمايه من التحصين. ندخل بقى على موضوع العلاج علشان وقت حضراتكم. العلاج لازم تكون واخد بالك ان الاي بي اصلا فيروس زي كل الفيروسات، ملوش علاج مباشر. طيب يا دكتور هنعمل ايه؟ الصح والمفروض ان اول يومين 3 من دخول الفيروس النافق بيزيد معاك. حضرتك بتشرح يوميا بتشوف هل في نشاط بكتيري ولا لا.
غالبا بيكون لسه ما فيش نشاط بكتيري، بيكون دايما النافق الفرخه سليمه 100 ما فيهاش الا السده. الحاله دي يا شباب بنعتمد على روافع المناعه من غسيل كلوي ومنشط كبد وفيتامينات فقط لا غير. يعني ما تحطش مضادات حيويه في اول 3 ايام من بدايه ظهور مرض الاي بي، وطبعا ما ينفعش تحقن خالص في اول 3 ايام من ظهور مرض الاي بي. طيب في اليوم الرابع او الخامس اول ما تحس ان الكيرف خلاص بدأ يعني بيثبت معاك، برضو بتكمل تشريح كالعادة وتشوف هل في نشاط بكتيري ولا لا. اذا كان في بداية نشاط بكتيري، وده طبعا وارد جدا جدا في حالة الاي بي، على طول حضرتك بتركب مضاد حيوي لا يؤثر على المناعة ولا على الكلية. زي ايه يا دكتور سامح؟ زي مجموعة الماكروليد، يعني الاريثروميسين او التيلوزين او السبايراميسين. الثلاثة دول لا يؤثروا على المناعة، وقلت قبل كده في حلقة عن النيوكاسل تقدر تشغلهم في حالة وجود اي فيروس، سواء النيوكاسل او الجمبورو او الاي بي، لان هم لا يهبطوا المناعه، علشان ما يحصلش نمو للبكتيريا زي الايكولاي والسالمونيلا. ما لاقيش انا بعد ما الفيروس بتاع الاي بي خلاص خد الكيرف بتاعه والمفروض انه ينزل ويتوكل على الله، الاقي النافق ثابت معايا مش راضي ينزل. في الحاله دي بيبقى 100% في نشاط بكتيري. يعني لما بستخدم المضادات الحيوية من النوع ده ما بيأثرش على المناعة أو ما بيزودش النافق بسبب وجود الفيروس. يعني ما ينفعش نجيب مثلا فلورفينيكول أو مجموعة التتراسايكلين زي الدوكسي والأوكسي، لأن الحاجات دي بتهبط المناعة. خليك في الإريثرو أو التيلوزين أو السبيراميسين، أو حاجة ما تكونش أصلا بتمتص، يعني النيوميسين او الكوليستين. الاثنين دول ايضا امتصاصهم ضعيف فما بيأثروش على المناعه، تقدر ان انت تستخدمهم بمنتهى الامان، مفيش اي مشكله. يبقى خلاصه الكلام او خلاصه العلاج ان احنا بنصبر اول 3 ايام بندي وغسيل كلوي ومنشط كبد ورافع مناعه، وبنيجي في اليوم الرابع بنبدا نحط مضاد حيوي زي الكوليستين او النيوميسين او الاسروميسين او التيلوزين او السبيراميسين، حد من الخمسه دول، او تعمل ميكس ما بينهم الريسرو مع كوليستين وهكذا، بحيث ان حضرتك تقدر تسيطر على النشاط البكتيري اللي غالبا بيبدا من اليوم الرابع يظهر في الفراخ وينشط. علشان كده جرعه المضاد الحيوي مهمه جدا لمزرعتك. في واحد ممكن يسال ويقول طب بس انا اول يوم وانا بشرح الفراخ لقيت فيه اي بي، لقيت فيه سدات، وفي نفس الوقت فيه بكتيريا، في نشاط بكتيري كمان، يعني النافع من اول يوم ظاهر فيه مثلا سي ار دي مع اي بي تنفسي مع فيروس. في الحاله دي ما ينفعش تصبر وتقول هستنى 3 ايام، لازم تحط جرعه مضاد حيوي من اول يوم. زي ما قلت لحضرتك المجموعه بتاعه الماكروليد او الكوليستين والنيوميسين اللي ما بيأثروش على المناعه تبدا تشغلها من اول يوم علشان تعمل كنترول وسيطره على البكتيريا من اول يوم، لانك لو صبرت لليوم الرابع في الحاله دي ممكن ما تلحقش البكتيريا، النشاط البكتيري يكون مسك في الفراخ كلها. فانت اللي هيقيم او يحدد امتى تحدد المضاد الحيوي التشريح اليومي اللي انت بتشرحه، بتشوف والله السدات لوحدها او اليوم ظهر مشكله الاي بي لوحده، ولا في سي ار دي او بكتيريا او نشاط بكتيري زي الكوليستريديا او بتبدا ان انت تاخد القرار امتى تستخدم المضاد الحيوي حسب التشريح اللي مع حضرتك. لكن في النهايه يا جماعه ما ننساش ان الكنترول والسيطره الاهم على موضوع فيروس الاي بي هو برنامج التحصين اللي قلناه في الجزء الاول والثاني، والامن الحيوي، وان انت تطبق التفاصيل بتاعه التحصين زي ما قلت قبل كده، الشيطان يكمن في التفاصيل. علشان تقدر تسيطر على الاي بي لازم تاخد بالك من التفاصيل، تاخد بالك من تطبيق التحصين، لان الامبول نفسه حساس، ممكن عمليه النقل او التخزين او انك تحله في مياه دافيه او الرشاشه غير مناسبه، او كل تفاصيل كتيره جدا لازم تاخد بالك منها. اللي عايز يعرف تفاصيل اكتر في حلقتين كنت عملتهم عن موضوع تطبيق التحصينات هتلاقوهم على القناه. وبكده يا شباب نكون لخصنا مشكله او مرض الاي بي في 3 اجزاء. يا رب اشوفكم دايما في خير واحسن حال. كان معكم دكتور سامح عسل، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وإليه ترجعون. صدق الله.